العرض موجود والخير تبارك الله شايط، ولكن الأسواق خاوية والكساب كيتشكى. واش بصح أزمة الأضاحي هاد العام غادية تفوت حاجز 15 درهم في الزيادة؟ ولكن السؤال اللي كيطرحه كل مغربي اليوم، شنو واقع بالضبط في السوق؟ حيت غادي نكشفوا لكم التفاصيل والكواليس اللي مخبية عليكم، ولكن اجي بعدا نشوفوا كيفاش داير هاد العرض. الفلاحة هاد العام دارت المزيان، والقطيع متوفر بجودة عالية، وحتى الأثمنة راها مستقرة وأحيانا نقصات شوية مقارنة بالعام اللي فات. ورغم هاد الشيء كامل مشاهدينا الكرام، الحركة ميتة والمبيعات شبه متوقفة. واش السبب هو الجيب الخاوي ولا كاين شي سر آخر؟ القضية وما فيها أن الأسرة المغربية ولات كتعاود الحسابات. الغلا ديال المعيشة والمصاريف الأساسية كلات لهم القدرة الشرائية، وميزانية العيد ولات في خطر. هادشي اللي خلى المواطن يشد ستوب ويتسنى باش يلقى شي همزة. ولكن واش غير الفلوس هي المشكل ولا حتى طريقتنا في السكن تبدلات؟ زيد عليها المشكل ديال السكن اليوم. العمارات والشقق الصغار ما بقاش فيهم فين تحط الحولي، الريحة، الماكلة وصعوبة النظافة خلات الناس تعجز وتأجل الشراء. إيوا هادشي كامل كيفاش غادي يأثر على سلوك المغاربة في شراء الحولي هاد العام؟ سلوكيات 2026 تبدلات بزاف. شحال هادي كان بنادم كيشري بكري والسوق كيكون مستقر. اليوم ولينا كنشوفوا الضغط الزمني، كلشي مأجل الشراء للسيمانات الأخرى. الشاري كيتسنى الثمن يطيح والكساب كيتسنى يعوض، وهذا الشيء كينضرب بتقلبات سريعة. إذن شنو هي الحلول اللي لقاها المستهلك وسط هاد الروينة؟ المستهلك ديال المدينة ولا كيقلب على البديل، الشراء ديال الدقيقة 90، الاعتماد على المجازر الرسمية باش يتهنى من الروينة، ولا كيخلي الحولي في الضيعة حتى ليلة العيد. ولكن واش كاين شي حوايج خفية أخرى كتأزم الوضعية؟ كاينة عوامل خفية ما كيردوش ليها البال. المواطن البسيط باغي غير يفرح وليداتو، ولكن الثمن خاصو يكون على قد الجيب. وما نساوش بعض الأسر اللي يلاه رحلوا لسكن جديد ولا عندهم ضغوطات اجتماعية. هادشي كيشتت ليهم التركيز على العيد. ولكن وسط هاد الضبابية، شنو يقدر يدير الكساب والمستهلك باش يخرجوا بأقل الأضرار؟ الحل باش نفوتوا هاد الأزمة خاصو التزام من كل شيء. الدولة خاصها تزير المراقبة على الشناقة اللي كيشعلوا العافية، والكساب خاصو يتساهل شوية، والمستهلك من الأحسن يمشي يشري ديريكت من عند الفلاح باش يطيح عليه الثمن رخيص. إوا دابا وحنا قراب من العيد، شنو كنتسناو في هاد الأيام الأخرى؟ العد التنازلي يبدا، وهاد الأيام القليلة اللي بقات هي اللي غتحسم في هاد السوق. العرض كاين، ولكن عادات المدينة وضعف الجيب باقين حاجز قدام الشراء المبكر. شاركونا آراءكم في التعاليق، واش شريتوا ولا مازال؟ وما تنسوش تشتركوا في قناة شوف توك باش ديما يوصلكم الجديد وتعرفوا كاع الخبايا ديال المجتمع ديالنا.